عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيدة جدا أنا معاكم النهاردة. معاكم آلاء هشام، مدربة تنمية بشرية واستشارية علاقات أسرية. طبعا الفيديو ده مش لأي حد مشغول، مش لأي حد راضي على حياته أو بمعنى صح بالوضع اللي هو فيه ومش عايز يجدد، بيقول مش فاضي وبتحجج. الفيديو ده مش ليك خالص على فكرة. الفيديو ده لكل زوج وزوجة فعلا عايزين يغيروا في حياتهم، فعلا عايزين يحسوا ان هم عايشين. جميل. اولا كده هنبدا الرساله للزوج. يا ريت الناس للزوج الاول وبعدين الزوج. رساله الزوج شويه نصايح كده هتعملها هتحس ان فعلا حياتك بدات تتغير مع مراتك. ويا ريت الفيديو ده تسمعوه انتوا الاثنين، يعني مش ينفع طرف واحد بس اللي يسمعه، لازم الاثنين يسمعوه. جميل. رقم واحد بالنسبه للزوج، اولا انا عايزاك على مدار اليوم مش ينفع تقطع اتصالاتك بيها، مش ينفع، يعني مش بقول كل شويه مكالمه، لا، ولا على الاقل يبقى في رساله نصيه. نصها مثلا اشتقت اليكي، مش عارفه ايه، اي حاجه رومانسيه بسيطه في اليوم تحس فعلا انك فاكرها حتى في عز مقمعه الشغل زي ما بقول. اتنين، يا ريت دايما يعني الناس اللي لما مثلا ازواجها بتمرض او بيحصل لهم حاجه لا قدر الله، بيوصي حد مثلا يبقى معاها وفي نفس الوقت هو مش بيهتم. يا ريت لو لا قدر الله زوجتك مرضت تقعد معاها اليوم ده وتاخد اجازه وتهتم بيها. تمام. رقم 3، يا ريت الورد ده له طابع خاص كده، ولو بجنيه، يعني وردة مش هيحصل حاجة وانت راجع تبقى معاك في جيبك تفاجئها بيها، او تسيبها مثلا على المخدة بعد ما تصحى. يعني الحاجات دي يا جماعة هو الاهتمام اساسا سر الحب. احنا بنقول ان العلاقات بتفتر بعد فترة، ليه؟ لان كل واحد من الزوجة والزوجة كل واحد وراه مسؤوليات بيبدأ يتشغل فيها وينسى التاني خالص وينسى اهتمامه بالتاني، فاحنا هنرجع الاهتمام ده تاني بقى. تمام. يا ريت اوعى تنسى المناسبات، يعني تسجلها على التليفون بتاعك، سواء على التليفون تذكرة او اي حاجة. المهم ما تنساش المناسبات، سواء عيد جوازك او عيد ميلادها او اسرارك دايما معاها. يعني يا ريت يبقى في سر محدش يعرفه غيرها، دايما اسرارك معاها، دايما تشاركها في كل لحظة معاك. 7، دايما لسانك دايما تقول لها انت اجمل واحدة شفتها في حياتي. يا جماعة حتى لو بنجامل، يعني حتى لو في حد احسن منها، بس هي فعلا هي اجمل واحدة في عينك. لازم انت تقول لها كده كل شوية. الستات دايما بيحبوا الكلام الحلو، وخاصة لما تبقى شايفة نفسها هي اجمل واحدة في عين شريك حياتها. دايما تفاجئها، يعني دايما مش دايما قوي يعني، بس احيانا على طول مفاجئها دايما بحاجه كده، يعني زي عشاء مثلا مفاجئ، زي مثلا حركه مجنونه تعملها، اي مفاجاه ولو بسيطه تنعش الحياه نفسها وتجدد حبكم سوا. يعني بقول يا جماعة التقدير المجهود بيفرق. يعني حتى لو انت مش بتساعدها بس مقدر مجهودها، مقدر اللي هي بتعمله في البيت، مقدر تربية الاولاد، قدرها، قدر مجهودها دايما، ولا انا مقدر وانت بتتعبي وربنا يكون في عونك ومش عارفه ايه. قدرها، قدر مجهودها. بلاش كل شويه انت مش بتعملي حاجه، انت قاعده طول النهار انت ما تستحملش الشغل بتاعها ولا هي تستحمل الشغل بتاعك، فدايما قدر مجهودها. كلمة انا بحبك دايما على لسانك. انا عارفه ان الرجاله معظمها بيقولها بالفعل، بس دايما الحريم بيحبوا يسمعوها دايما، حتى لو انت بتحبها وهي متاكده من حبك، بس دايما خليك على لسانك انا بحبك. تمام. الرساله يعني حركات مجنونه كده بنعملها، رساله غراميه تحت الباب وامشي، على التسريحه علقها وامشي، مرايه الحمام حط لها اكتب لها بالروج مش عارفه ايه وامشي. يا جماعه مش انتوا، محدش يقول احنا كبرنا على الحاجات دي، محدش يقول احنا عندنا اطفال ومش عارفه ايه. انتوا فين اساسا؟ يعني انتوا مش، انا حاسه ان الناس مش عايشه، ناس خلاص قعد همها لقمة عيش. طب اهتمامكم ببعض فين؟ طب ايام خطوبتكم مش كنتوا كده ليه؟ طب ايام جوازكم شهر العسل، طب ليه احنا مش نجدد الحاجات دي؟ تمام. يوم الجمعة ساعدها ولو بجزء بسيط، جزء بسيط خالص هتفرق جدا في المساعدة دي. يا ريت كل يوم كده جمعة من كل شهر تروح لها اي خروجه هي والاولاد، لو عندك اولاد او لسه جديد لسه ما خلفتش يبقى على طول خدها، وكل يعني كل جمعة من كل شهر، يعني الشهر فيه 4 جمعات خد جمعة واحدة بس. يعني حاول يبقى فيه اجازة لولادك، اهم حاجة عندك ولمراتك. كل يوم جمعة فسحهم في اي حتة. تمام. رسالة صوتية جميلة جدا كده فاجئها بيها كل فترة، شوية كلمات حتى لو غشتها من على جوجل مش في مشكلة خالص، المهم يبقى بصوتك ليها، هتفرق جدا برضو. صورة ليك واكتب لها توقيع عليها واديها لها. مثلا بالونات هيليوم او بالونات عاديه وتكتب عليها كلام وتدخل بيها الشقه كده ليها تبقى مفاجاه. مثلا بيت شعر تبقى حافظه وتدخل تقوله لها. مثلا لو عندك عيال مثلا وهي بس يعني هي خفيفه شويه، ممكن تشيلها وتدور بيها قدام الاولاد. الموضوع ده الجو العاطفي لما يكون مظبوط بين الزوج والزوجه قدام ولادهم، ده بيتعكس على الاولاد، بيتعكس على تربيتهم، بيتعكس على حالاتهم النفسيه. حد سأل نفسه احنا عندنا عقد نفسيه ليه؟ لان ابهاتنا وامهاتنا معظمهم او الاغلب مش بنشوف تقدير عاطفي بينهم وبين بعض.
يعني الموضوع ده ايه المشكله ما تدخل تبص على فورتها هنا قدام ولادك؟ ايه المشكله يعني؟ الجو العاطفي ده بيساعد الاولاد على الابداع، بيحسسهم بالطمأنينة. الجو التزعيق والنكد طول النهار ده، يعني ولادك هيطلعوا عندهم عقد نفسيه على فكره. ماشي. طبعا ربنا يكون في عونك، لو هي تقيله مثلا هيجيلك الغضروف. ماشي، عدي الحته دي. هديه كل فتره وفتره كده بتنعش الموضوع، حتى ولو بجزء بسيط من المال. مجرد انك فاكرها بس دي حاجه جميله جدا. بلاش يا جماعه مقارنه بين مراتك وبين اي حد. الناس اللي على التلفزيون دول مش حقيقيين، كله صناعي، مفيش حد طبيعي، كل حاجه بقت صناعي. فمراتك هي بجمالها انت اخترتها، هي اجمل واحده في عينك، ما ينفعش تقارنها باي حد، ما ينفعش. يعني مش عايزه اقول حاجه تانية. 21، يا ريت بقى لما تلاقيها متنرفزه خدها على صدرك وطبطب عليها، بلاش تتنرفز عليها. يعني بتكون هي مضغوطه فعلا ومحتاجه طبطبتك، دي بتخفف وهتلاقيها هديت. كل يوم جمعه لازم تقعد مع ولادك ولازم تسمع مشاكلهم. لازم كل يوم جمعه، ما ينفعش يبقى بمعنى صح الاسبوع كله شغل ويبقى الجمعه كمان شغل، ما ينفعش. ولادك فين؟ لازم تقعد معاهم وتسمع مشاكلهم، يبقى في توصيات كده او بس قيم فيهم كل يوم جمعه. وبعد كده بمعنى صح ايه، تتابع النتائج، بتساعدها في تربيه الاولاد. الاستقبال وانت جاي من الشغل استقبلها كويس جدا. ما ينفعش تبقى جاي مش طايق نفسك. انت اول ما بتدخل البيت ارمي الشغل ورا ظهرك خالص وابدا حياه جديده في البيت. ولادك مش عليهم ذنب ان انت تعبان في الشغل تيجي تطلعه عليهم، ولا تزعيق، ولا اقعدوا ساكتين مش عايزه اسمع نفس انا راسي مصدق. ايه يا جماعه في ايه؟ معلش يعني الكل بيشتغل، مش هتبقى امر من رسولك وقدوتك اللي كان شايل هم الدعوه وبيدخل بيته. كان بيساعد اهل بيته وكان حنين عليهم، وفي مواقف كتير جدا عليه الصلاه والسلام. يا ريت الله يكرمكم قيام ليل ولو ركعتين، ركعتين بس تبقى انت امامها، ركعتين. واظبوا على الحته دي يا جماعه، يعني ركعتين بس، ركعتين بس تبقى انت امامها وهي وراك. كل يوم في اي وقت انتوا تختاروه. ورد قران انتوا الاتنين صفحه واحده، انت نصها ونصها تقروها قبل ما تناموا. فكرة التجديد نفسه فيه، بس الناس بتكسل فيه، بس الناس ما صح خدت على الروتين. جميل جدا. دي كده رسالتي للرجال. رسالتي بقى للزوجات. بصي حضرتك، اول حاجه يعني يا ريت شغل البيت تخلصيه قبل ما يرجع، عشان مش يرجع يلاقي ريحه البصل وهدومك مش متظبطه وانت نفسك مش متظبطه. ما ينفعش. تقومي من النوم تصحي بدري بقى المطبخ البيت مش عارفه ايه، تظبطي كل حاجه قبل ما يرجع، وقت رجوعه تكوني انت جاهزه لاستقباله. تمام. يا ريت اول ما يدخل بلاش اي كلام، بلاش اي كلام في اي حاجه، تستقبليه استقبال كويس جدا. تكون الحمام بتاعه متحضر، بانيو، وتحط فيه ورد، مش عارفه الرغوه اللي هي بتتباع دي، الصابونه دي بتعمل ب 15 جنيه، بتعمل رغوه وميه سخنه. استقبليه استقبال كويس جدا وجهزي حمام. ويا ريت اول ما يدخل الله يكرمك تخلعيه لبسه، مش تسيبيه يخلع. مجرد اللمسات البسيطه دي يا جماعه احنا مفتقدينها اساسا. امال الاهتمام بيجي منين؟ يعني تحسي ان شريك حياتك مهتم بيك ازاي. تمام. تخلعي لبسه وتحضري له الحمام بتاعه، تكون انت خلصتي الاكل. يا ريت تغدي الاولاد قبل ما يجي علشان تقعدوا انتوا الاثنين تتغدوا سوا. وطبعا مش طبة دايما يعني، بس على الاقل يبقى في يومين في الاسبوع انتوا الاثنين تقعدوا سوا تتغدوا سوا. تمام. يا ريت كمان رسالة صوتية وهو في عز الشغل بصوتك. طبعا اي كلام، طبعا انتوا عارفين الكلام. يعني هديه صغيره من مصروف البيت تخنصري كده، هديه صغيره، كرافته، شراب، بديل، عندك ميداليه، برفان، اي حاجه ناقصاه برضو دي هيبقى فيه انطباع كويس جدا ان انت مهتمه بالحاجات اللي ناقصه عنده. يا ريت يا ريت يبقى فيه يوم رومانسي انت تحضريه له، يبقى مفاجاه في نص الاسبوع. تجيبي بقى ورد وشمع ومش عارفه ايه الحاجات الجديده دي. بلاش تلفزيون او اي كلام او اي حاجه في غرفه النوم. غرفه النوم للنوم والراحه فقط يا جماعه. بلاش اي شوشره، عشان مش حد، الزوجين بيكرهوا اوضه النوم، لان اوضه النوم بتبقى عامله زي غرفه المشاكل، بتعرضي مشاكلك معاه. غرفه النوم للنوم فقط والراحه. جوزك محتاج راحة جدا في البيت يعني عشان يعرف ينجز بمعنى صح. بلاش كل شوية تزعيل الأولاد. يعني حاولي تشغليهم بألعاب وحاجات هنزلها إن شاء الله على الصفحة. حاولي تشغليهم بيها وهو موجود، بحيث ان توفري هدوء في البيت. تمام. بلاش كلام لو هو متنرفز، بلاش كلام واسكتي. الله يكرمكم بلاش كلمة ورا كلمة، دي كلمة ورا كلمة دي بيحصل فيها حرقان في البيت. يعني اسكتي، الله يكرمك، هو متنرفز اسكتي. وبعد كده بعد ما تسكتي، بعد ما يهدى وكل حاجه، تعالي عاتبيه بقى بشويش كده، هتلاقيه هو اعتذر اصلا لوحده. تمام. بلاش كلام معاه دايما. يعني دايما لما بتتكلمي معاه خلي صوتك واطي، وبلاش كلام عن بعد. يعني دايما تقربي بيه، تحطي ايديكي على ايده كده وتطبطبي عليه وتتكلمي، تشوفي انت عاوزه طلبات منه او اي حاجه، تختاري الوقت المناسب علشان تعمليها.
لما تلاقيه مخنوق بلاش كلمه مالك 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 مالك، لانه هو اصلا مش هيتكلم خالص كده، هو عاوزك بس جنبه وتقعدي ساكته، هو كده، هو ده انت كده معناها انك جنبه. بلاش كلمه مالك دي، هو هيتكلم لوحده لما يهدى. تمام. دايما يعني اي رساله في اي حته هتلاقيها المحفظه، يعني كاتب له ورقه كده، لازقها على المحفظه، لازقها على المرايه، لازقها في شنطته، لازقها حطها في جيبه، يدخل زي ما يكون هتطلع لك في اي حته. تمام. الحاجات دي او الرسائل دي بتنعش البني ادم، بتنعش فعلا روحه، يعني لما يلاقي شريك حياته مهتم بيه بالدرجه دي فعلا الحياه بتتجدد. ورد القرآن، ويا ريت الصدقة بتجدد يا جماعة، الصدقة بتجدد الحب، يعني يبقى في كده كل شهر كده صدقة ليكوا عشان حفاظا على حبكم وكده. محدش يقول لي انا مش في وقت، محدش يقول لي الاولاد واخدين كل وقتي، محدش يقول لي يا جماعه انت فاضيه ولا ايه الاحلام الورديه انت عايشه فيها. يا جماعه في ناس عايشين كده فعلا، انا بقول لكم في ناس عايشين كده فعلا، في ناس فعلا مجددين حياتهم، في ناس فعلا بيهتموا ببعض بطريقه فظيعه، في ناس فعلا عايشين حياه زوجيه سليمه. بلاش حجج يا جماعه، بلاش حجج. انت مش متجوز عشان تقعد طول النهار في الشارع وشغل والفلوس. طب عيالك ومراتك فين؟ انت مش متجوزه عشان تقعدي 3/4 الوقت في المطبخ. جوزك وعيالك فين؟ مش متجوزه علشان مش تهتمي بنفسك ولا مسؤوليه العيال وانت مش حاسه بينا. لا والله العظيم انا حاسه بيكوا، مسؤوليه كبيره انا عارفه، بس برضو جوزك محتاج اهتمام، شريك حياتك لازم يبقى محتاج اهتمام، وانت برضو نفس النظام، مش تسيبها في المعمعه وتهرب. يا جماعه انتوا الاتنين محتاجين لبعض. فكره تقويه العلاقه دي فعلا هتخليكوا تمشوا، تجديد العلاقه كل شويه بحاجات بسيطه كده فعلا بتخلي المركب تمشي. يا ريت اللي يسمع الفيديو ده فعلا ياخد خطوه انه يغير حياته، بلاش الروتين اللي احنا عايشين فيه. اصحى من النوم انا فعلا هغير اليوم ده، ما ينفعش اعدي كده طول النهار في الشغل وارجع انام تاني. ايه احنا اللي قاعدين في لوكاندا يا جماعه؟ يا ريت كل زوج وزوجة بيسمعوني يا ريت تعملوا بالفيديو ده، فعلا هتحسوا بتغيير. وفعلا الناس اللي خدوا بنصايحي دول وعملوا الحاجات البسيطة دي حسوا فعلا بتغيير في علاقتكم، حتى لو علاقتكم عدى عليها 15 سنة. الحب فعلا بيتجدد، الحب محتاج اهتمام بالطرف التاني. انا خلصت. يا ريت طبعا ده تاني تحدي، لان الرجاله والستات هيخافوا يشيروا الفيديو علشان هيبقى حجه عليهم بمعنى اصح. يا ريت الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن، يمكن نغير حاجه في الناس، يمكن فعلا الناس تسمع الفيديو وتعمل باللي فيه، يمكن فعلا البيوت تتغير، يمكن البيوت تهدى. ولادكم محتاجين جو عاطفي يعيشوا فيه، محتاجين فعلا يشوفوا العاطفه بين باباهم ومامتهم قويه عشان يحسوا بالطمأنينة. سعيدة جدا ان كنت معاكم. تشير الفيديو، التفاعل معاه مهم جدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يجزاك.